ورجعنا حضراتكم مشاهدينا الكرام، وبنستقبل ضيفنا الكريم دكتور شادي عابد، دكتوراه تكنولوجيا التعليم. وكلامنا النهارده هيكون عن الانشطه المدرسيه وازاي تنمي مهارات الاطفال. زي ما قلنا في بدايه حلقتنا النهارده انه الانشطه المدرسيه زيها بالظبط زي المواد الدراسيه. مهم جدا ان الاب والام يتنبهوا للنقطه دي، ومهم جدا ان هم يشجعوا اولادهم على ممارسه الانشطه داخل المدرسه. هل يعني بعض الناس بتقول انها تضييع للوقت او انها ممكن ما تبقاش مفيده او انه الاهم ان الطفل يذاكر المواد الدراسيه؟ طبعا الكلام ده الحقيقه مغلوط جدا، وحالا هنعرف مع دكتور شادي ازاي نصلح الكلام ده وازاي نستفيد من الانشطه المدرسيه. مرحب بيك يا دكتور شادي، وسعداء جدا بوجود حضرتك معانا. شكرا جزيلا يا استاذه هبه، وانا سعيد جدا جدا بوجودي مع حضرتك النهارده. اهلا بيك. طيب خلينا نتكلم في البدايه كده، التصور المصري الاصيل انه الاهم في المدرسه هو الدراسه الاكاديميه والمواد الدراسيه، وطبعا احنا ما بنختلفش انه المواد الدراسيه مهمه جدا، لكن الحقيقه في اهميه احنا بنغفلها او مش بنهتم بيها بشكل كبير، وهي الانشطه المدرسيه. حضرتك تتفق الاول معايا في الكلام ده ولا لا، وازاي نصلحه؟ ده تعريف النشاط. التعريف بتاع النشاط هو برنامج متكامل مع البرنامج التعليمي. كويس. اذا هو برنامج متكامل مع البرنامج التعليمي، بيرغب فيه الطالب بحريته. الطالب هو اللي بيختار النشاط بتاعه. مهم ان الطالب هو اللي يختار نشاط، محدش يجبره على ممارسه نشاط معين. ده لازم. كويس. تحت اشراف تربوي لتحقيق اهداف تربويه. كويس. اذا لو الناس متخيله ان احنا بنتكلم عن النشاط حصتين في الاسبوع، لا. النشاط هو كل يوم في كل حصه. كويس. طب ازاي يا دكتور شادي؟ تمام. المناهج الجديده قايمه على المشاركه، قايمه على مشاركه. يعني انا عندي مثلا في المدرسه كنز هو المكتبه المدرسيه. حلو قوي. ده كنز. طيب ايه الكنز اللي موجود في المدرسه عشان الامهات والابهات يعرفوا انا هوجه ولادهم؟ كلامي للاداره المدرسيه ولاولياء الامور. النشاط بتاعي ده مهم ليه؟ علشان انا بكتشف فيه، انا لما اعمل نشاط داخل المدرسه انا بكتشف فيه ميول الطلاب، بكتشف المواهب. طب من غير نشاط هكتشف المواهب؟ مش هقدر اكتشف المواهب. هعدل سلوك؟ مش هقدر اعدل سلوك. حضرتك في المقدمه الجميله لفتي نظرنا ولفتي لجمله مفيده جدا وجميله جدا، هي ان الناس بتعتقد ان النشاط بيضيع وقت الطلاب. للاسف كل الدراسات اكدت ان الطلبه الاكثر تحصيلا للعلم هما اللي بيمارسوا نشاط، والطلبه اللي ما بتمارسش نشاط هم الاقل تحصيلا للعلم. اذا ممارسه النشاط دي يعني مهمه جدا النتيجه دي، لانها بتاكد انه ممارسه النشاط حاجه مهمه، وانها فعلا بتفيد الطالب، بتحفز ذهنه وبتنشطه. طبعا احنا عندنا واولياء امور طبعا بيتواصلوا مع حضراتك وبيتواصلوا مع البرامج على ان فعلا عندهم مشاكل مع اولادهم، عندهم مشاكل كتير في تنمر. كتير. ده الولد او اللي بيبقى لسه صغير في ابتدائي واعدادي وبيتنمر على والدته وبيتنمر. للاسف عايزاه ما يتنمرش، خليه وشجعيه على ممارسه النشاط. كلام حضرتك مهم يا دكتور شادي. يعني لو انت عايزه سلوك ابنك يبقى يهذب او ان هو يبقى نشاط، يرتقي اكتر، مهم جدا انه يمارس نشاط. يعني سواء بقى داخل المدرسه او خارج المدرسه، احنا بنقول لك ان المدرسه موفره النشاط وشيء مجاني. يعني اللي عايز يروح الاذاعه المدرسيه ماشي، اللي عايز يروح المكتبه ماشي، اللي عايز القاء ماشي، والطالب اللي يختاره. كويس. يعني الطالب هو اللي يختار النشاط اللي هو يحبه. المدارس موفره الانشطه، ووزاره التربيه والتعليم مشكوره عندهم انشطه كتير في المدارس. عايزين بقى الساده مديرين المدارس، كويس، والساده اولياء الامور، كويس، احنا دلوقتي بنخاطبهم، شجعهم الولاد على ممارسه النشاط. مدير المدرسه شجع المعلمين على ان هم يكتشفوا الولاد ويشجعوهم على ممارسه الانشطه المختلفه. شجع اولياء الامور واتكلم معاهم علشان يشجعوا اولادهم لممارسه الانشطه. فعل. طب انا دلوقتي انا كمدير مدرسه تنصحني بايه النهارده؟ اقول لك انصحك بايه النهارده؟ انصحك انك اول حاجه بكره تخش المكتبه المدرسيه، تخش المكتبه. طيب ادخل المكتبه ليه يا دكتور شادي؟ هيسالك ادخل المكتبه ليه واعمل فيها ايه؟ اول حاجه ما عندهمش ملكه ان هو يعمل ايه في المكتبه. لو انا وخصوصا في الطلبه بتوع ابتدائي، كويس، لو انا ما نمتش عند طالب ابتدائي القراءه من الصغر، عمره ما هيقدر يقرا وهو كبير. اذا لازم يبقى انا دلوقتي عندي امين المكتبه، عضو هيئه التدريس العظيم اللي هو صديق لجميع المعلمين. كويس. انا دلوقتي لو انا متخيل كمعلم ان المنهج الدراسي بتاعي ده هو ده النهايه بتاعه العلم، لا طبعا الكلام ده المنهج الدراسي ده، المنهج الدراسي ده هو الحد الادنى للمعرفه.
صح كده، مع حضرتك يا دكتور شادي. المنهج اللي يعني حضرتك العربي معاك والحساب ده والدراسات وكل الحد الحاجات دي مهمه، الأدنى لكن للمعرفة. بالظبط حضرتك لو مهم في معارف مدرس تانية. جغرافيا وعرفت ان انت عندك النهارده حصة او درس عن النيل، ورحت للمشرف بتاع المكتبة او رائد المكتبة وقال لك ان في مراجع وكتب لها علاقة بنهر النيل، ورحت حضرتك خدت الولاد ونزلت ووديتهم المراجع ووديت لهم الكتب، هتبقى حصة رائعة. يعني مهم واحنا قوي ان هنوسع. احنا نشوف صور لنهر النيل، نشوف فيديوهات لنهر النيل، ما يبقاش انا هقول لحضرتك الحصه على عباره حاجة. عن ان انا بشرح لنهر النيل وبس. تعرف حضرتك الدول الأوروبية حاليا وبريطانيا تحديدا كويس. مفيش حاجة اسمها منهج. مفيش مناهج دراسيه. مفيش، هو بيحددوا الموضوعات وبيسيبوا المدارس هي اللي تقترح على الولاد الكتب والمراجع، والولاد تنزل على المكتبة. هنا بقى بيبقى فيه بقى العمل الثنائي والعمل الجماعي. كويس. العمل الثنائي يبقى أنا دلوقتي عايز الطالب بتاعي يكون يعني في تعاون وعمل جماعي. طب ما أنا الأولى بيا إن أنا المدرسة بتاعتي مدرسيني يكون بينهم تعاون. كويس. إذا صحيح. أنا معلمين المواد المختلفة مع العظيم رائد المكتبة مع المبدع المدير يبدأ يعملوا لي جو ويعملوا لي مناخ محفز وبيئة عمل محفزة للنشاط. صح كده. يبقى أنا دلوقتي لو عملنا كل الكلام ده خلاص يبقى احنا دلوقتي حققنا التارجت أو حققنا الهدف اللي احنا عايزينه. لما يقول إن أنا عندي مبادرة جميلة جدا جدا جدا، إحياء المسرح المدرسي، مبادرة مشكورة من وزارة التربية والتعليم، بدأتها فعلا الفترة اللي فاتت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، الثقافة. وزارة يبقى الثقافة، وزارة التربية وزارة والتعليم الشباب والرياضة ووزارة الثقافة معانا. مبادرة جميلة جدا جدا. أنا هقول لحضرتك حاجة أنا لسه قارئها من فترة صغيرة جدا. اتفضل يا دكتور. بنوتة صغيرة جدا في المرحلة الإعدادية عاملة مسرحية. قريت المسرحية، مسرحية جميلة جدا عن التنمر. عن التنمر ده نشاط. البنت دي عامله ان في والد وبيعامل بنت بطريقه قاسيه شويه. البنت لما كبرت رجعت تعلم والدها وبدات تتكلم مع والدها وبدات ان هي تتصالح مع والدها. فانا سالتها قلت لها يا حبيبتي ليه انت رجعتي في الخط الدرامي؟ هي لسه في اعدادي. ليه رجعتي ان البنت تتصالح مع والدها وتحن عليه بعد ما كان قوي ورجع ضعف؟ قالت لي لان انا عايزه اخلي في انسانيه، اخلي الانسانيه تنتصر. الإنسانية تنتصر. الإنسانية تنتصر. مين علم البنت دي؟ مين؟ احنا أولادنا موهوبين، مصر مليئة بالمواهب. والله يعني احنا لو دورنا في مواهب، ما هي الأنشطة بقى المدرسية اللي بتطلع المواهب دي. لا احنا لو دورنا على الرسم هنلاقيه طالع من الأنشطة المدرسية، لو دورنا على المسرح يعني الحقيقه في فنانين كبار جدا طالعين من المسرح. مثلا مشهور قوي الموضوع ده المدرسه السعيديه في القاهره، منهم فنان عادل امام، فنان محمود عبد العزيز. لو تابعتي الكلمات والبرامج بتاعت الفنانين اللي حضرتك قلت عليهم هيقول لك مين شجعني؟ قال لك مدرس التاريخ وانا في رابعه ابتدائي. طبعا طبعا. لا انا اتكلم كمان عن انشطه المسرح المدرسي ده، يعني عايزه اقول لحضرتك بدأ يشجعوا. الفنان عادل امام دايما بيقول الكلام فعلا احنا عايزين نرجع ده مره تانية. مصر عظيمه جدا. مصر اقتحمت الدول كلها بكلمات احمد رامي، بصوت ام كلثوم، بالحان عبد الوهاب. عندنا اوبرا، عندنا عادل امام، عندنا فنانين عظماء، عندنا محمد صلاح. كل دول عندنا في الرياضه والفن والعلم والطب وكل حاجه. عايزين مصر ولاده جدا. انا بوجه كلامي دلوقتي لزملاء المعلمين. روح المدرسه، املى المدرسه حب. حب الطلبه. حط في دماغك ان الطالب اللي قدامك ده موهبة قادمة لمصر. حط في دماغك ان الطالب اللي قدامك ده هو هيكون افضل كاتب دراما في المستقبل. حط في دماغك ان لعيب الكوره ده هو هيكون افضل لعيب كوره. هو احنا حضرتك بتقول نقطه مهمه يا دكتور شادي، الحقيقه مهم يبقى فيها وعي عند المعلمين في لازم. المدارس انه الانشطه مهمه. يعني مثلا لو انا عندي طالب موهوب في الرسم وانا مثلا عندي حصه لغه عربيه، ماشي بيحضر اللغه العربيه وقال لحضرتك انه مثلا لازم يروح المسابقه دلوقتي بتاعه نشاط الرسم، سيبه يروح نشاط الرسم، ما تقللش من قيمه نشاط الرسم. ده بقى المدير. لو رايح نشاط الرياضه وعنده ماتش كوره، عنده مدارس عندها ادارات المدارس كمان، لو عند الولد بطوله جمهوريه او بطوله محافظه، سيبه يروح البطوله، ما تمنعوش ان هو يروح البطوله، شجعوا الطلاب على المواهب. يعني ده المدير المبدع. المدير المبدع. انا عندي طالب وعندي طالب موهوب. الموهبه دي حاجه عظيمه طبعا. يعني لما انا يكون عندي طالب موهوب، يعني ما فيش حد عنده موهبه بسهوله. يعني يكون عندي طالب موهوب وعنده بطوله على طول. ما تقوليش بقى هات 100 ورقه. لا 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 لا, لا ما فيش الكلام ده خالص. يعني ده انا هعمل حاجه اسمها مجموعات دعم.
مجموعه يعني ايه بقى؟ الدعم مجموعه الدعم دي، انا عندي الطلبه دي بتشترك في مسابقه رياضيه، بتشترك بمسابقه فنيه، بتشترك في اي نوع من انواع المسابقات. في الوقت اللي هو هيفوتهم فيه حصص، هيجوا في اوقات تانية بكون انا محضر مجموعات الدعم بتاعتي. صح كده. مجموعات الدعم هما مجموعه من المدرسين بيقرروا ان هم يدوا كل الحصص اللي فاتت للولاد وهم مش موجودين. بالظبط يعني كده. الطلبه غابت هنا، غابت في حصه، في واحده، في وحدتين، هيبداوا يشرحوا لهم. ده المدير بقى، دي الاداره. لما يكون انا المدير عندي مناخ وبيئه عمل مشجعه للنشاط، ما هو لازم المدير يكون عنده الاول الحافز ان هو يشجع النشاط. طب ازاي المدرسه تبقى بيئه محفزه؟ ده كويس يا دكتور شادي. يعني احنا عندنا المدرسه فيها زي ما حضرتك قلت اداره، فيها مدرسين، فيها حتى الاصحاب والاقران. لازم برضو عشان ما يبقاش في تنمر او حاجه زي كده، برضو يبقى مهم تشجيع الولاد. كمان اولياء الامور لازم يبقى في تواصل مع المدرسه. يعني انت لازم تبقى دايما على تواصل. لو ابنك موهوب في حاجه معينه انت برضو تحفزه. يتواصل مع لو لقيت المدرسه. اداره المدرسه مش محفزه، لا انت برضو لازم تبقى يعني مشجع لابنك وتتواصل مع المدرسه. مدرسه، مجلس امناء، معلمين قادرين لخلق هذه البيئه. إذا مدير المدرسة، أنا النهاردة بشجع النشاط، أنا النهاردة بوفر نشاط من أول أسبوع في الدراسة. ببدأ أعرض الأنشطة اللي موجودة، وتبدأ الولاد أشجعهم وأعمل مسابقات للقراءة مثلا، أعمل مسابقات الإذاعة، الإنشاد، أعمل مسابقات الخطابة، أعمل مسابقات لتلخيص الكتب طبعا والقراءة. طبعا. أنا كمدرسة، هو الطالب لو ما لقاش الكلام ده هيروح؟ مش هيروح. ولو لقاه لازم بقى أعلنها. كتير هيتشجع ان يروح المدرسه. ولو احنا لقيت بنقول ان في طلاب متميز يعني ما بتروحش المدرسه. احفز. لو عندي بقى طلبه متميزه، ابدا بقى احفز الطلبه دي، ابدا اشجع الطلبه دي، ابدا اشجع المعلم اللي اكتشف الموهبه دي كويس. وطلعها لي. نقدم له يعني برضو طبعا. دعم نفسي، دعم معنوي. احنا عندنا زي ما عندنا طلبه موهوبه، احنا عندنا معلمين موهوبين كتير جدا طبعا. عندنا معلمين، وفي ناس بتتواصل معايا انا شخصيا، معلمين روعه، كاتبين كتابات اكثر من رائعه، ما شاء الله. ومؤلفين قصص اكثر من رائعه. يعني احنا لو عملنا في مبادره المسرح المدرسي وعملنا مواهب وعملنا قصص، في طلبه قالت لي لا انا هرسم الخلفيات كلها بتاعه المسرحيه ايا كانت المسرحيه. هايل والله ما شاء الله. ولد وبنت هايل. جمال جدا ورسوماتهم رائعه جدا هتمنى نشوفهم دول يا وجداريات. دكتور سيد ان شاء الله. هنجيبهم ان شاء الله نجيبهم إن باذن شاء الله. الله، وهنذيع الكلام ده. المعلم الموهوب واللي عنده حلم مش هيقف قدامه اي عائق. احنا كمان عايزين تحفيز الحقيقه زي ما حضرتك قلت، المعلمين اللي بيكتشفوا المواهب، زي ما طبعا. بنشجع الاولاد الموهوبين زي ما بنشجع طبعا المعلمين اللي أنا بيكتشفوا المواهب. لان طبعا. ده هيخلي بيئه المدرسه محفزه ان المعلم يدور على المواهب يعني. طبعا يكتشف الموهبه، وبعد ما يكتشفها ينميها، يطورها، يشجعها. تمام. كل الكلام ده دور المعلم، ده دور المعلم. واحنا كإدارة لازم نشجع المدارس ونشجع المعلمين على ان هم يطلعوا المواهب دي. المكتبة مرة تانية وتالتة ورابعة. المكتبة ازاي احنا طالبين ابحاث للصف الرابع، الصف الخامس، طالبين ابحاث. طب الابحاث دي الولاد دي دخلت المكتبة لا طبعا. ولا ما دخلتش المكتبة؟ لازم يدخلوا المكتبة، ولازم نقترح عليهم الكتب، ولازم نقترح عليهم المقالات، ولازم نبقى ماشيين معاهم تحفيز رجل برجل، قدم بقدم، ونساندهم. حقيقي. طيب الانشطه بتختلف طبعا من عمر لعمر. يعني خليني اقول لحضرتك انه الاعمار الصغيره بتحتاج التلوين والرسم والحاجات دي بتحبها جدا. الاكبر بقى بتلاقيه مشترك في الرياضه، الخطبه والالقاء في السن الاكبر. ازاي الحقيقه اداره المدرسه يعني تقدر توفر كل الاحتياجات حسب الاعمار؟ كل سن له النشاط. احنا قلنا في الاول خالص ان في اهداف تربويه. صح كده. طيب لو انا عندي نشاط وقررت ان انا اعمل النشاط مثلا نشاط بيئي، مثلا زي مثلا الريسايكل، اعاده التصنيع، او السياحه البيئيه. انا دلوقتي بعمل النشاط ده داخل المدرسه مع الطالب الصغير خالص. الطالب هيخرج من المدرسه ده، هعمل ربط بينه بين المدرسه وبين البيت. طبعا. بين المدرسه وبين البيت. هنشوف بقى دور المدرسه ايه ودور النشاط ايه. لو انا قررت ان انا اعمل سياحه بيئيه، واقول ان احنا عندنا اولاد في الانجليش مثلا حاجه اسمها الايكو توريزم، السياحه البيئيه، ودي ان احنا بنحافظ على البيئه ونحافظ على الاماكن بتاعتنا والكلام ده، واخدهم في رحله الى الشواطئ، وبعدين الاولاد هتبدا تلم النفايات وتلم الحاجات دي كلها. هل الولد ده لما ينزل تاني على الشاطئ هيرمي اي مخلفات؟ مستحيل. بتنمي سلوك من خلال النشاط. طيب هل الطالب ده هو لما خلاص بقى عنده الوعي البيئي، هل هو هيسمح لاصدقائه او قرايبه ان هم يعملوا المخلفات دي؟ لا يمكن. لا. طيب
هل الولد ده هيسيب المكان نظيف ومرتب ولا مش هيسيبه نظيف ومرتب؟ اذا عن طريق فكره قام بيها معلم في مدرسه، معلمين عظماء، عن طبعا. طريق حللي مشكله بايه؟ طبعا. حللي مشكله بايه؟ عندنا بقى مواضيع من دي كتير جدا جدا جدا. وعلشان كده الانشطه مهمه جدا جدا جدا. كل مدير يبقى حاطط في دماغه انا هعمل ايه، انا خطتي ايه، ويعمل لقاءات دوريه مع المعلمين. ادوني الافكار، عايزين اوقات امتى، عايزين نوفر وقت ايه. النشاط احنا يعني مش مركزين النشاط هو ده. احنا فاكرين النشاط هي حصتين تربيه فنيه وحصتين تربيه رياضيه خلال الاسبوع. مش ده النشاط. احنا قلنا واتفقنا النشاط طول الاسبوع كل حصه، صحيح. طول الاسبوع كل المواد. بالنسبه للمواد المختلفه وبالنسبه للسنوات المختلفه، المرحله الابتدائيه او الاعداديه، لو احنا اتكلمنا شويه على منهج انا عارف ان هو عامل قلق للناس، هو منهج سنه رابعه وسنه خمسه. وازاي احنا الانشطه فيه؟ اولا هي الانشطه موظفه داخل المنهج. جدا. والناس كتيره جدا بتتكلم على ان انا مدرس لغه انجليزيه، انا مدرس لغه انجليزيه. حضرتك حاطط لي في المنهج دراسات اجتماعيه، وحاطط لي رياضيات، وحاطط لي علوم. طيب انا لسه قايل لحضرتك انت عايز الطالب يكون متعاون مع زمايله، صح. وعايزين العمل التعاوني. طب ما هو الاولى برضو ان مدرس اللغه الانجليزيه يتعاون مع مدرس الدراسات ومدرس الماس ومدرس الساينس. أيوة. اذا ده مرحله التعلم كلها. اذا لازم المدرس ده يتعاون مع زمايله، يعني لازم البيئة ويعملوا المدرسية كلها تتعاون مع لازم بعضها. يتعاون كله مع بعضه. لازم هي المناهج الحقيقه يعني موضوع بالشكل ده مطورة دلوقتي، جداً. يعني انها تبقى في تعاون ما بين كل المدرسين. عايزين حتى فعلا. الرسم والحاجات طبعا دي كلها داخله برضو في انت النشاط، هتشرح المناهج الدراسيه. مثلا عن نهر النيل زي ما احنا قلنا من في شويه، كله بقى بيبقى نهر النيل. هتكلم مع مدرس الجغرافيا، هتروحوا نازلين عاملين خريطه في الفناء بالرمل بالالوان. ده مع من اللي مدرس الرسم. ده يعني نتمنى بجد انه دايما يعني يبقى بس في تقبل من اولياء الامور للتغيير، يعني وفكره انه النشاط حاجه مهمه، هيعود وانه عليهم. المناهج الدراسيه اللي داخل فيها الانشطه دي حاجه مهمه جدا، وممكن تعود بالنفع على اولادهم بعد كده. طيب خلينا برضو نتكلم على الحقيقه الاستثمار في اوقات الفراغ خلال الدراسه. يعني مش بس الحقيقه وقت الدراسه هو وقت للمدرسه بس، في وقت كتير بيبقى فاضي، فممكن الطالب برضو يستغله في النشاط، سواء بقى يعني انا بشكر حضرتك على الرياضه السؤال. او الرسم او اي حاجه. انا اتفضل. بشكر حضرتك على السؤال ده. العفو يا دكتور طيب. شادي. لا اتفضل. الوقت، لو انا يعني الوقت ده لو انا ما استغلتوش في نشاط، هستغله في ايه؟ ولا حاجة. هستغله في النوم، في القعده على الموبايلات. في النوم، خمول، كسل، شرود. طبعا. اذا لو انا الطاقات دي، انا عندي الطلبه عندي لها طاقات كتير. طيب انا دلوقتي الوقت بتاعهم ده ما خليتهوش يمارس فيه النشاط بتاعي، يمارس فيه النشاط بتاعي. ايه اللي هيحصل؟ هيبقى عنده كسل، خمول، فقدان للذاكره بعض الشيء، شرود. الشرود ده خطر جدا. الشرود ده اول مراحل الاكتئاب. انا ابني ما بيروحش الدروس ومكتئب وزعلان عشان ما بيمارسش نشاط، طبعا. عشان ما عندوش حافز. اذا استثمار الوقت واداره الوقت، وان انا ادخل ابني واخليه الوقت بتاعه يمارس بيه نشاط، انا بحميه وبحمي المجتمع من كميه كبيره جدا من الامراض. بحميه اولا من الاكتئاب، صح. بحميه اولا، وثانيا من التفكير السلبي. خلاص الولد ده هيبقى ايجابي، عنده هدف. دايما الناجح ما بيفكرش تفكير سلبي. حقيقي. دايما الناجح اللي بيكرم، اللي عنده هدف. وبعدين انا لما ادخله في اسره، ليه الجماعات في المدرسه بتسمى اسر؟ لان الاسره عندي في البيت مختلفه. انا عندي اب بسن وام بسن واطفال بسن مختلف. كل ده متقبل داخل الايه؟ الاسره. اذا هو الولد ده لما يشترك في اسره زي الاذاعه او الانشاد او الكلام ده كله، هو هيتقبل زميله. طبعا هيتقبل زميله. يعني اللي في اولى اعدادي هيتقبل اللي في ثالثه اعدادي. ده رقم واحد. رقم اتنين، القياده. الاسره عندنا قائد اللي هو الاب، وعندنا افراد، وفي ديمقراطيه والكلام ده كله. اذا الولد ده لما يشترك في اسره داخل المدرسه هيبقى عنده القياده وتقبل الاخر. لما حد يقول راي هبقى انا متقبل الراي ده. صحيح. انا هبقى متقبل الراي ده، وهبقى عندي توزيع الادوار وتوزيع المهام. وبعدين اشتراكه ده صحه نفسيه. انا معاك جدا. طب الحقيقه ممكن امهات بتشوف حاجه دلوقتي تقول لحضرتك اصل انا ما عنديش وقت والله امارس الرياضه، طب خليني امارس الرياضه في فتره الصيف بلاش فتره المدرسه، وده يعني الحقيقه من الاخطاء الشائعه احنا جدا. النهارده
داخلين على امتحانات نص السنه، احلى كل طلبنا. سيبوهم. الاولاد عندنا مبدعين، حقيقي. يعني احنا عندنا